أنا سمعت قصة قريبة جدا، يعني كنت أسمع قصص العرب، فهذان شخصان تخاصما وصار لا يكلم أحدهما الآخر، هذا لا يكلمه هذا لا يكلمه، نقاش في مجلس أو شيء، صار بينما خصومة، وصار هذا في المجلس هذا ما يجلس، وإذا هذا يطلع، وكذا خصومة خلاص اختصر. في يوم وكان أيامها يعني جوع فقر، فهذا جاءه ضيوف وما عنده شيء يعطي الضيوف، ويذكر أن صاحبه الذي يخاصمه عنده صخلة اللي هي المعزة، معزة صغيرة في البيت، والآن عنده ضيوف ولا يدري من أن يطعم الضيوف، فانطلق إلى بيت صاحبه الذي لا يكلمه، دخل إلى حوش الغنم مثل ما يقولون، مكان السخلة موجودة، وهذا يطالع ويصد عنه، ما يسلم عليه حتى، يعني متخاصمين، وراح بسكات فك الشاة واخذها وطلع، وهذا يشوفه ساكت. فزوجة صاحب البيت تقول له فلان أخذ فلانة صخلة، يعني لها تسمية، ما أنا مسميها، خاف تطلع واحدة اسمها نفس الصخلة وابتلش، زين سوزي. المهم قالت له فلان صاحبك أخذ سوزي، وهذا يسمع اللي أخذها، سمع صوت المرأة تقول لزوجها، فيقول لها زوجها اسكتي اسكتي، لا يسمع، هو لا يكلمني، ولولا أنه محتاج والله ما يأتي ويأخذها. يقول لولا أنه محتاج لا يأتي ويأخذها، أنه لا يكلمني أصلا، هو أخذها قدام عيني ولا سلم علي. اسكتي اسكتي، هو محتاج، اسكتي. أين هذه الأخلاق؟ طيب، فالقصد أن هذا من الجهل عند الناس، أنه إذا خاصم فجر، حتى الصلاة ما يصلي خلفه. لماذا؟ إذا خاصم خصومة دينية مثلا، يرى أنه مبتدع ضال مضل منافق، شيء ثاني. أما إذا خصومة على أمور الدنيا أو نقاشات وكذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، الله المستعان.